متى سمعتم أحد جالس أمام قناة الفضائية يستمع القرآن؟ أبدا. القرآن الآن في كل جوال مع الناس، ومع ذلك ما أحد، قليل الذين يقرؤون القرآن. لا يغرنكم أنه فيه واحد أو اثنين يقرؤون القرآن في المسجد بالجوال، تراهم على غلط وعلى خطأ، لأن هذا سيبعدهم عن المصاحف يوم من الأيام، سيصعب عليهم أن يقرأوا المصاحف. ترى هذه فتنة فيها خير في أول الأمر، لكن عواقبها شر. والله إني أنتقد الرجل إذا رأيته يقرأ القرآن بالجوال في المسجد. ليش يقرأ في الجوال والمصحف عنده؟ المصحف نور، والنظر في المصحف عبادة، وطريقة السلف كل واحد له مصحف، وكل يوم يقرأ قدر، والآية التي تستوقف يبحث عن تفسيرها، وكذا وكذا. وهالحين ما يفرق بين الشايب اللي معه جواله واللي يلعب الكبيري بالجهة الثانية أو يتواصل مع الشياطين، كلهم في المسجد. أنا رأيتهم كلهم، هذا وهذا. أقل الأحوال لا تشبهون بالسفهاء. والله إني أعتبر القراءة بالجوال أنها تشبه بالسفهاء، وأنها غفلة، وستجر إلى أمور أخرى. أنت ثقة وإن شاء الله فيك خير وتحب الخير، لكن عيالك لن يقرأوا في الجوال وتجريهم أنت على هذا. والله بجنبك هو يتواصل مع آخرين، مع كفار، كافر في استراليا وكافر في أسبانيا وكافر في مصر، وأنت تقرأ القرآن. أجود، راسك تحت ورجلك فوق. هذه أمور يا جماعة ما تصلح. خلوكم على المنهج الأول. من كان منكم مستن فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. والصحابة يقول عليكم بالعتيق. وين العتيق؟ العتيق هو الجوالات وأجهزة التواصل. ولا العتيق منهج السلف، إن واحد من المصحف ويرتكي على عمود وجدار 6 ساعات باليوم و6 ساعات بالليل. ترى الأمور ما هي بجيدة، وترى ما ينبغي التساهل، وترى هذا بريق وزخرف، والله يجركم أنتم إلى نقص. آخر شيء يصير واحد يقول مخباته كذا، ما يلقى الجوال، ما يقرأ قرآن.